أهلا وسهلا بكم في لقاء متجدد. آه، قاعد كده لقيت فيه لغط كتير وأخبار ومش عارف إيه، فقلت نطلع نتكلم مع بعض وأنقل لكم الأخبار اللي وصلتني من نادي الزمالك. يا جماعة الأخبار ممكن وأنا بسجل الفيديو ده وارفعه على اليوتيوب وبعديها على طول الأخبار تتغير. طيب هنا العمل إيه أو الحل إيه؟ بطلع لك في فيديو تاني بصحح لك او بحدث لك الاخبار اول باول. انا مره واحده اللي قلت تعمل لايك وشير والكلام ده، كان في وقتها القناه فعلا عليها بلاغات كتير من لجان النادي الاهلي. آه، بس ما بقولكش لا اعمل لايك ولا شير ولا المصادر بتقول ولا الكلام ده كله. الاخبار اللي بتوصل لنا دي بتوصل لنا علشانكم انتوا، مش عشاني، لا، علشانكم انتوا. طيب، طبعا من حوالي 10 ايام اتكلمنا على مروان بجاد لاعب كرة اليد. كان في صراع ما بين الزمالك والاهلي عليه. الاهلي دخل وطلب اللاعب من سبورتنج لشبونه 8 مليون جنيه، والزمالك كان عارض 4 مليون جنيه من البدايه. طيب ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان مروان بجاد اصبح زملكاوي زي ما كلنا عرفنا. لذلك انتهى الصراع على صفقه الزمالك الجديده. بنقول مبروك. نادي الزمالك ايضا في كلام مع اباتشي رضا هيكل، ولكن راتب اللاعب عالي شويه. هل الايام المقبله رضا هيكل يصبح لاعبا في نادي الزمالك؟ اتمنى. نسيب بقى العاب الصالات وندخل شويه في كره القدم. نادي الزمالك بعد رحيل مصطفى الزناري ومصطفى شلبي وسيد نيمار الى البنك الاهلي مقابل اللاعب احمد ربيع، بيعوض غياب السناري بالتفاوض مع محمد ربيعة مدافع نادي سموحة. مش بس كده، لا، نادي الزمالك أيضا داخل في صفقة أو جناح شمال وجناح يمين أجانب جداد. أنا حاولت أوصل للأسماء بس ما قدرتش أوصل للأسماء. الجنسيات برضو قالوا لي صعبة دلوقتي. ف... ولكن الأسماء دي جديدة واتعرضت على المدير الفني يانيك فيريرا، هو اللي هيحسم الموقف. اما بالنسبه للاعب البرازيلي فينيسيوس، اللاعب يا جماعه يعني قيمته التسويقيه والراتب بتاعه كمان صعب جدا 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 جدا. النادي الاهلي بيضم ياسين مرعي. بدل دخلنا في الاهلي خلينا بس نكمل. انباء عن ان النيابه العامه للاموال، نيابه الاموال العامه معذره، بتقرر التحفظ على جميع العقود داخل اتحاد الكوره. انباء يعني ايه؟ يعني لسه هنكلم المصادر بتاعتنا داخل اتحاد الكوره. انا سجلت الفيديو، انا ما تواصلتش مع حد بس قلت اقول لحضراتكم. النادي الاهلي عقد جلسه مع امام عاشور. امام عاشور جاي له عرض من النيوم السعودي براتب سنوي 3.5 مليون دولار. استاذ محمود طبعا صديقنا العزيز والاخ الزملكاوي بيقول لي صعب ان امام عاشور يتنقل واسامه ابو علي يمشي. قلت له وسام، قال لي خلاص. وسام يعني اتناقشنا في الكومنتات، فقلت له وسام احنا قلنا ان هو هيمشي وهيمشي وسام لدوري قطر الريان قطر، ففاضل امام عاشور. هل امام عاشور يروح او ما يروحش؟ انا بكلمك في الوقت اللي انا بسجل فيه ده. دي المعلومه اللي طالعه من داخل النادي الاهلي. كون ان هي تتحقق دلوقتي او بكره او بعده، انا بنقل لك المعلومه بتاعت دلوقتي بتاع اللحظه دي. طيب، الخطيب مش راضي يسكت عن اللعيبه المنتميه لنادي الزمالك. تواصل الخطيب بنفسه مع مصطفى محمد لتعويض غياب اسامه ابو علي. مصطفى محمد قال له انا طبعا بحترم النادي الاهلي وبحترم كيان النادي الاهلي، ولكن انا راجل زملكاوي ومنتمي لنادي الزمالك. الخطيب قال له عامه فكر في العرض
والراتب هنتفق لو اديتنا الاوكي او الموافقه المبدئيه. هل بقى مجلس الاداره بتاعنا يتحرك شويه؟ الاجابه لا. ليه؟ هل مثلا تعمل عقد بنيه الشراء او عقد اعاره او شوف اي حد، لم بقى من رجال الاعمال اللي هم منتمين لنادي الزمالك ويجيب اللاعب ده صفقه سوبر. خلي بالكم من فتوح. الزمالك بدأ التمرين، أول تمرين ليه في المعسكر الجديد، والتيشيرت اللي هو ظهر بيه فتوح ومحمد عواد، التيشيرت ده لسه، ده حاجة تجريبية كده، حاجة للتدريبات عشان يكون أول يوم للتدريبات آه، بتاعت نادي الزمالك في المعسكر الجديد اللي هو حاليا دلوقتي في الكلية الحربية. وزي ما قلت لكم بعد كده انتشر إن المعسكر هيكون في العاصمة الإدارية الجديدة. الزمالك بدأ، لأن طلع كلام إن مفيش حد من الجهاز الطبي موجود، لا، كان موجود الدكتور عمرو عويضة والدكتور محمد شوقي بجانب اتنين أخصائيين من التأهيل المتخصصين يعني بالجانب التأهيل. رئيس الجهاز الأجنبي زي ما قلنا لحضراتكم قبل كده إن هو هيكون ألماني الأقرب إلى الآن، هيصل خلال الفترة المقبلة. بجانب كده جون إدوارد عمل جلسة مع اللاعبين، والجلسة دي جون إدوارد حفز فيها اللاعبين جدا جدا جدا، طلبهم بالتركيز، نقل لهم صفات مجلس الإدارة، وإن هيبتدي مجلس الإدارة خلال الفترة المقبلة يصرف 25% من الدفعة المستحقة للعيبة السابقة وآخر دفعة يعتبر اللي باقية للعيبة نادي الزمالك. مش بس كده، لا، ده حفزهم ورفع من روحهم المعنويه وقال لهم جمهور الزمالك منتظر منكم الجديد، ومنتظر منكم العوده في البطوله المحليه اللي هي الدوري. يبقى لازم نركز كلنا ان الدوري اهم بطوله سيشارك فيها نادي الزمالك خلال الفتره المقبله، ولازم الكلام ده يوصل للعيبه وبقوه. احنا هدفنا الدوري وليس الكونفدراليه رقم واحد. لازم نركز يا جماعه. بمناسبة جون ادوارد، عجبني ان هو اقال المدير المالي محمد بدر. محمد بدر ده يا جماعة كان احد العناصر القوية جدا 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 اللي هو المدير المالي داخل نادي الزمالك. آه، بالمناسبة كمان نادي الزمالك كان حاطط عينه على المهاجم غزل المحلة محمد علي بن حمودة، وتعاقد معاه نادي المصري لمدة 3 سنين قادما من صفوف غزل المحلة. آه، مش بس اللاعب ده، ولكن الزمالك متارجت حامد حمدان الى الان واللاعب موافق وابقى رغبه. فهل نادي الزمالك هيضم 2 فلسطينيين؟ اللي انا المعلومه اللي عندي ان هم 8 مصريين، خلص منهم احمد شريف، ومتارجت ايضا عمرو ناصر اللي هو نادي بيراميدز طلع من الصفقه، لان نادي بيراميدز كان حاطط عمرو ناصر باولويه. بمناسبة بيراميدز والصفقات التبادلية، إلى الآن يانيك فيريرا هو اللي هيحدد احتياجاته ومدى احتياجاته. طيب ده بياخدنا لمين؟ لمحمد صبحي ومحمد عواد. محمد صبحي يا جماعة، نادي الزمالك بيسعى بقوة إلى آه، يعني تسويق اللاعب. تسويق اللاعب لا يعني، أنا مش عارف هل حضراتكم موافقين على رحيل محمد صبحي ولا لأ. على فكرة الناس بتقرأ كلامكم وبيشوفوا كلامكم، فانتوا رايكم ايه؟ محمد صبحي يطلع؟ لان في كلام على مع محمود جاد ومحمد علاء. جاد ايضا هدف رقم واحد لنادي بيراميدز، الهدف رقم واحد لنادي بيراميدز. طب هتقول لا، امال مين اللي خلص من نادي بيراميدز؟ نادي بيراميدز اللي متمرد عليه هو محمود صابر، مش متمرد ولكن بيضغط بقوه على اداره نادي بيراميدز ان هو فاضل له سنه، ونادي بيراميدز شايف ان اللاعب فاضل له سنه يعني يبقى فري في يناير فيقدر يمضي لنادي الزمالك، فبقول لك هنستفيد بالمبلغ المالي. بمناسبة الكابتن حلمي طولان كان طلع هاجم جون ادوارد ومجلس اداره نادي الزمالك وقال ان هم فشلوا وبيترعبوا. الكلام ده كله انا معاك ان هم فشلوا وبيترعبوا، بس احنا هنا بندافع بقى عن نادي الزمالك. كابتن حلمي طولان، ودي معلومه، عرض نفسه على مجلس الاداره ان هو يمسك منصب مدير رياضي قبل ما يتم تعيين جون ادوارد،
ولكن تم رفض الامر والفكره من خلال آه، مجلس اداره نادي الزمالك. طيب، هل يستدعي ذلك بقى يا كابتن حلمي طولان ان انت تروح طالع مهاجم التجربه الجديده ايا كان مين الاسم؟ انا ما بدافعش هنا عن جون ادوارد يا جماعه، انا بقول لك انا لازلت منتظر صفقات الاجنبيه السوبر وليست المصريه. انا هدفي رقم واحد زي ما اتكلمنا مع بعض هو الدوري، هو الدوري، ولازم الهدف ده يتنقل للعيبه. من كرة السلة معلش، نرجع تاني ليها، لألعاب الصالات. الحسيني سمير رسميا رئيسا لجهاز قطاع كرة السلة داخل نادي الزمالك. في ناس بتهاجم القرار وفي ناس بتأيد القرار، انا ماليش قوي في العاب الصالات معلش. ولكن ده خبر برضو لازم ننقله لحضراتكم علشان تعرفوا. جوليان مدرب تحليل الاداء او محلل الاداء داخل نادي الزمالك بيصور التدريبات بطائره براون. طبعا الطائره دي بتصور بكاميرا فائقه الدقه، والشغل ده كنا مفتقدينه داخل نادي الزمالك. يعني التفاصيل الصغيره دي لازم. لاول مره في تاريخ نادي الزمالك بيضم 5 جنسيات متنوعه. دي حاجه كده على السريع يعني زي ما بيقولوا، حاجه متنوعه. يعني 5 جنسيات متنوعه لاول مره تحدث داخل نادي الزمالك. النهارده في اول تدريب تحت قياده المدير الفني الجديد لنادي الزمالك فيريرا، قرر ان هو يخلي اللعيبه تجري حوالين الملعب قبل نزول التدريبات الفنيه، يعني من خلال كره القدم، التقسيمه والحاجات اللي هي الفنيه والتكتيك والحاجات دي كلها. وخلى محمد عواد والشناوي ومحمد صبحي يخوضوا تدريبات منفصله. ده جزء، في ناس بتحب التفاصيل ديت، فقلنا برضو نجيب الاخبار اللي زي كده وننقلها برضو لحضرتك. جون ادوارد بيبلغ الجزيري وكيله عن عقد جلسه قريبا للاتفاق على صيغه نهائيه للرحيل عن نادي الزمالك. بالنسبه للاعب احمد ربيع، صفقه البنك الاهلي اللي خلص الصفقه هو الاستاذ محمد الاتربي الزملكاوي رئيس لجنه الاستثمار، تدخل في الصفقه. من الحاجات برضو اللي عجبتني، بعد اتفاق يا جماعه توصل الى اتفاق مع اللاعب حسام عبد المجيد جون ادوارد، ولكن عقد الجلسه وتوقيع العقود لسه. احنا قلنا قبل كده، انا قلت لكم ان هم اتفقوا ان حسام عبد المجيد هيجدد لمده 4 سنوات، ده الاتفاق. لسه الجلسه ما تمتش. اللاعب محمد السيد جون ادوارد اتفق معاه على عقد جلسه تعاقده لتجديد تعاقده. هل بقى اللاعب هيوافق مش هيوافق؟ الكلام ده كله في وقتها هننقلها. انا بنقل لك الخبر اول باول، مش جاي لي حبا مثلا في محمود او الكلام ده كله، لا لا. الكلام ده بيوصلني علشان حضراتكم انتم فقط، يعني لو مش حضراتكم الكلام ده ما كانش هيوصلني اصلا. ايمن الشريعي طلع واتكلم ان الكابتن عبد الناصر محمد مستمر في عمله داخل نادي انبي، فتم التواصل مع الكابتن عبد الناصر محمد ونفى الكلام ده، ونفى ان هو مستمر وقال ما ينفعش انا متواجد داخل نادي الزمالك ومش متواجد في اي عمل او مكان تاني. بالعكس انا مستمر داخل نادي الزمالك فقط كمدير للكوره. آه تم الاتفاق جون ادوارد والكابتن عبد الناصر محمد مع يانيك فيريرا اللي هو طالب منهم ان العقوبات تكون شديده، وايضا المكافآت تكون برضو مجزيه ومغريه. ليه؟ شايفين ان هو كل 5 ماتشات يتحط مكافاه للاعيبه، وبرضو في حاله التعادل يتخصم من اللعيبه. دي نقطه كويسه. طبعا اللائحه لما تتحط بالكامل هنطلع نقولها لحضراتكم. ولكن النهارده نادي الزمالك عمل تكريم للجميع عدا فردين. الكابتن وائل اللباني هنقول ماشي لانه طلع وقال اسرار من داخل نادي الزمالك بعد الرحيل، كلنا عرفنا.
والكابتن ايمن الرمادي. هنا لازم نقف ونتكلم شويه عن الكابتن ايمن الرمادي. الكابتن ايمن الرمادي ما طلعش ويطلع اسرار من داخل نادي الزمالك، بالعكس، وجاله على فكره جاله من قناه MBC ان هو يعملوا معاه لقاء مقابل مادي مغري جدا جدا جدا، والكابتن ايمن الرمادي رفض وقال انا بحترم نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك وما اقدرش اطلع اسرار المكان اللي انا انتميت ليه والمكان اللي انا بقدر جماهيره. فده الكابتن ايمن الرمادي. يا جماعه المفروض ان الناس دي او الكابتن ايمن الرمادي يتم تكريمه من خلال نادي الزمالك. فنرجو اهو بقى بكل ادب واحترام، نرجو من اداره نادي الزمالك ان هي تكرم الكابتن ايمن الرمادي. بالمناسبه النادي الاهلي، الارض اللي هي مبني عليها النادي الاهلي ارض مملوكه للدوله، وتم منح الارض دي سنه 1907 وانتهت حق الانتفاع سنه 1965. ومن سنه 1965 الى الان لم يتم دفع مبلغ واحد مقابل حق الانتفاع، ولم يتم تجديد تعاقد او العقد بتاع حق الانتفاع ما بين المحافظه والنادي الاهلي. مش هقول لك بقى فين وزير الشباب والرياضه او المحافظ او الكلام ده كله، ولكن ليه الكلام ده مسكوت عنه؟ بجانب ملف التهرب الضريبي، بجانب الاخ محمد سعيد الاعلامي او مذيع قناه النادي الاهلي طلع في تويتر وقال تضارب المصالح. يا عزيزي تضارب المصالح من زمان وهي معروفه. الكابتن عبد الناصر محمد ما اشتغلش داخل نادي انبي وبيشتغل في نادي الزمالك، الراجل نفى الكلام ده. طيب يا عزيزي حسن حمدي والخطيب كان رئيس وكاله الاهرام او مدير وكاله الاهرام والنائب بتاعه الخطيب، وكان رئيس النادي الاهلي والنائب بتاعه محمود الخطيب. وحضرتك ادرى مننا ايه اللي كان بيحصل في الوقت ده. ورئيس النادي الاهلي يقعد مع رئيس وكاله الاهرام اللي هو بعد كده دخل في قضيه واتحكم او ما اتحكمش عليه، طلع بكفاله الكابتن حسن حمدي المحترم رئيس وكاله الاهرام ورئيس النادي الاهلي. الكابتن حسن حمدي بيقعد مع الكابتن حسن حمدي بصفته رئيس النادي الاهلي، بيقعد مع الكابتن حسن حمدي بصفته رئيس وكاله الاهرام للتسويق. طبعا هنا بيديهم 100 مليون، نادي الزمالك بيديله 3 مليون وعلى اقساط. هنا مش تضارب مصالح، 3 مليون على ما اتذكر يعني. هنا مش تضارب مصالح، هنا زبادي في الخلاط. تقدر تقول لي حضرتك تضارب المصالح محمد ابو العنين بتاع سيراميكا لما يطلع في التلفزيون وهو رئيس نادي مملوك بينافس في الدوري؟ التصريحات ديت لو حد لو نادي الزمالك، انا لو رئيس نادي الزمالك هعمل لجنه رصد واعمل التجاوزات دي كلها واطلع بيها للفيفا. المفروض ملف التهرب الضريبي ده المفروض انا كنادي الزمالك اتحرك اشتكي. دي بعض من الاخبار اللي وصلت لنا، ولو في جديد هتلاقونا طالعين معاكم. انا بعمل لكم الخبر وانا يعني واحد تعبان جدا جدا من الشغل، بس لما بيجي لي اي حاجه جديده بحاول بكل الطرق ان انا اطلع مع حضراتكم. عاش الزمالك بجمهوره ولا جمهوره العظيم الحر.